سلايس اوف لايف راند 22. هو انت ضحية ولا انت بتحب شعور الضحية؟ الناس دي موجودة حوالينا كتير قوي، وبنشوفهم في كل حتة، والموضوع ما بيبقاش دايما في الريليشن شيبس او في العلاقات الانسانية. لا، بتلاقيه بيبقى الشخص ده في شغله كده، بتلاقي الشخص ده لو بيشجع فريق كرة معين، انا ما بتكلمش على فريق بعينه، مش عايزين مشاكل، بيبقى حاسس ان هو مظلوم وان في مؤامرة. بيبقى في البيت مع اهله حاسس انه مظلوم وفي مؤامرة. طيب، هل وارد ان يبقى الشخص ده بيتظلم؟ وارد، لكن انت كشخص بقى عشان ما تقعش في الفخ ده، انت محتاج تعمل ايه عشان تتأكد هو انت فعلا مظلوم ولا انت اللي بتحب الشعور بالظلم؟ فمثلا تيجي تلاقي في الشغل، تلاقي الشخص ده يبقى حاسس ان هو مظلوم وان الناس التانية بتترقى وهو لا. طيب، هل انت بموضوعية كاملة وبحيادية انت قست البرودكتيفيتي بتاعتك؟ انت قست الكواليتي بتاعت شغلك؟ انت شفت الناس التانية دي فعلا شغلها عامل ازاي؟ تاني، انت ممكن يبقى وطبعا هنا في مصر في كوسة وفي وسايط وفي ناس بتترقى كده، فانا مش هقول لك كلمتين التنمية البشرية اياهم اللي احنا بنضحك عليهم بتاع لا انت بيبقى عنده 22 سنة وفتح 4 شركات انت اللي فاشل. لا لا، سيبك من الكلام ده خالص. انا بكلمك بموضوعية. ممكن يبقى فعلا ده بيحصل، لكن للاسف ان انا اغلب الناس بلاقيه هو اصلا ما عملش كده عشان يتوصل لحته هو فعلا مظلوم في شغله ولا لا، او بيبقى شايف ان هو بيعمل احسن حاجه، بيبقى شايف ان هو مش محتاج يطور من نفسه. لا، انا كويس. صدقني مفيش بني ادم في الدنيا مش محتاج يطور من نفسه، دايما في حاجه ناقصه. حتى لو مش دي الحاجه اللي هتخليك تترقى، برضو انت طور من نفسك، ودي غلطه تانية. ما تسيبش نفسك في المظلوميه اللي هو خلاص انا هتظلم فانا مش هدوس على نفسي مش هتطور. لا، طور من نفسك واطلع من المكان اللي فيه الظلم، سيب الشركه دي، لكن ما تقفش عند حته ان لا انا مظلوم فمش هعمل حاجه. نفس الحكايه في العلاقات ما بين اي اتنين. قبل ما تشوف ان البارتنر بتاعك او الطرف التاني، خطيبتك خطيبك جوزك مراتك وات ايفر ايه الكيس، لازم تعرف طيب هل انا بفولفل الريسبونسابيلتيز بتاعتي في العلاقه دي؟ هل انا بتكلم مع الشخص ده بطريقه كويسه؟ هل انا تصرفاتي كويسه؟ هل انا فعلا ببادله فعلا نفس الشعور؟ هل انا ببادله نفس الحب؟ هل انا بحسس الشخص ده انه شخص كبير عندي وان انا مقدراه؟ هل انا بساعده لما بيبقى عنده مشاكل؟ لما تبقى الحاجات دي كلها بيحصل، يبقى ساعتها خلاص يبقى الشخص ده مفتري وبيجي عليا. لكن لازم تترابل شوت الموضوع ده كله. نفس الحكايه زي ما قلنا في الكوره، هل انت اللعيبه اللي عندك حلوه؟ لا. هل انت الاداره اللي عندك ناجحه؟ لا. هل انت بتعمل اللي عليك؟ لا. يبقى اخر حاجه تبص لها الحكم في ضربه الجزاء دي ظلمني. هي دي الفكره، اعمل اللي عليك واخرج من الشعور ده.